اهلا بيك يا سيدي في حلقه جديده مع تعلم مع العسال، والحلقه رقم 16 في كورس تحليل البيانات بالاكسل. في الحلقه دي هنتكلم عن التشارتس او البيفت تشارتس تحديدا، وايه مميزات البيفت تشارتس وايه الخصائص بتاعتها، وايه التشارتس اللي نستخدمها في المكان الصح في الوقت الصح. هنشوف انواع من التشارتس مختلفه، هنشوف الباي وهنشوف البار تشارت وهنشوف الكولوم تشارت وهنشوف التشارتس دي وهنشوف خصائصها بشكل حلو قوي ان شاء الله. بس دي طبعا دي مش اخر حاجه في التشارتس، ان احنا قدام هنعمل داشبورد ان شاء الله، ودي هتبقى اخر حاجه في الكورس بتاعنا ودي قربت. فيلا بينا نخش على الفيديو ده وتتفرج على ايه ازاي تستخدم التشارتس بشكل حلو، وايه الليميتيشنز كمان بتاعت البيفت تشارت، وانواع التشارتس المختلفه غير الثلاثه اللي انا قلتهم دي. في انواع تشارتس كتيره اتكلمت عنهم برده وقلت كل واحد بيعمل ايه. فيلا بينا نخش على الحلقه عشان تعرف الدنيا فيها ايه. يلا يا سيدي بقى تعالى نبدا نعمل شويه تشارتس للكلام دوت. تعالى نشوف بقى شويه البيفت تيبلز دي. ايه قصه البيفت تشارتس وايه البيفت تشارتس دي عباره عن ايه. وانا واقف هنا دلوقتي تعالى نمسك اول تيبل احنا عملناه، وانا عندي بيفت تيبل فيلدز. انا هشيل البيفت تيبل فيلد ده، هشيله يعني هشيل الكنترول بتاع الفيلدز عشان عامل زحمه على الفاضي يعني. انت ولو عايز تجيبه تاني من بيفت تيبل انالايز هتلاقي حاجه اسمها فيلد ليست، هيرجعه لك تاني لو انت عايزه يعني. بس انا هشيله دلوقتي عشان ايه يبقى شغالين براحتنا يعني. لما تيجي بتحط بيفت تشارتس ما بتحطش التشارتس من انسرت وبعد كده بتيجي في حته التشارتس وتشتغل التشارتس، لا انت بتروح على وانت جوه البيفت تيبل بتروح على البيفت تيبل انالايز وهتلاقي في حاجه اسمها بيفت تشارت. البيفت تشارت بيبقى ليه شويه حاجات مختلفه شويه، هو بيبقى مرتبط ارتباط مباشر بالبيفت تيبل من غير ما تحتاج انت تتعلم على البيانات او تبقى في سيلكشن معين او كده. لا هو مجرد انك واقف جوه البيفت تيبل تقدر تعمل عليه بيفت تشارت عادي. طيب قبل ما نحدد انواع البيفت تشارت تعالى نشوف انواع التشارتس دي وايه المميزات بتاعتها وايه كل واحد منها عباره عن ايه. الكولوم تشارت يا سيدي دوت نوع من انواع التشارتس اللي هو الكولوم، ودوت لو انا بحب اعبر عن بيانات كاتيجوريكال، يعني عندي كاتيجوريز كده وقدامها سيريس من البيانات او في داتا قدامها، وانا عايز اعبر عن البيانات دي. فالبيانات دي عباره عن كاتيجوريز ونعبر عنها بحاجه. البار تشارت ممكن يعبر عن القصه دي، ولكن ميزه البار تشارت ان هو ممكن يعبر عن سيريس واحده او اكتر من سيريس. يعني ممكن يكون عندي هنا كاونت شيب مود وجنبها حاجات ثانيه، فممكن اعبر عنهم كلهم بكولوم تشارت. ودي ميزه الكولوم تشارت ان هو تعبيره عن الكاتيجوريكال داتا، ولكن ما بيبينش او بيبين كل واحد على حده. لو انا عايز اشوف مثلا مين اعلى واحد او مين افضل واحد او مين، زي ما انت شايف مثلا هنا في البيانات اللي هنا دي الكلاستر اللي هو الكلاستر دي كولوم العادي دوت بين لنا ان الستاندرد كلاس هو اعلى حاجه في الشحن. طيب هتلاقي في انواع ثانيه طبعا من التشارتس، مثلا زي حاجه اسمها الستاكد كولوم. الستاكد كولوم دوت بيبقى حاجه بقى ان انا لو انا عندي اكتر من سيريز بيتحطوا في بعض، وده مش هيبان لنا هنا دلوقتي. نفس الكلام 100% ستاكد مش هيبان لنا هنا دلوقتي، ممكن نشوفه في حته ثانيه او في حاجه ثانيه في كيس ثانيه يعني. اللاين تشارت هو احسن تشارت بيقدر يعبر عن حاجه حصلت على مدار فتره زمنيه اوفر تايم. يعني انا في الحاله بتاعتي هنا دي اللاين تشارت مش احسن حاجه بتعبر خالص، لان هو زي ما انت شايف اللاين بيعبر عن الترند او حركه. فاللاين تشارت هنا بالنسبه لي doesn't make sense او ملوش اي مدلول او اي حاجه خالص، يعني مش هيفرق معايا في حاجه، فمالوش مكان ان انا استخدمه هنا. الباي تشارت لما تيجي تبص عليه، الباي تشارت في المثال بتاعنا هنا ده حاجه ممتازه جدا، واعتبر انا بالنسبه لي احسن طريقه ان انا اعبر عن حاجه سنجل، يعني سنجل سيريس، يعني سيريس واحده من البيانات او داتا بوينت او داتا واحده، حاجه واحده فيها بيانات واحده وقدامها كاتيجوريز بيبقى، وطالما كلهم مرتبطين مع بعض بنفس الشيء، يعني كلهم انواع شحن، كلهم شحن بس من انواع مختلفه، فبالتالي ان كل واحد من دول عباره عن جزء من اجمالي الشيب مودز كلها. فالباي هنا ميزته ان هو من الحاجات الحلوه اللي بتقدر تعبر عن كل جزء ومساحته قد ايه من الاجمالي اللي هو اجمالي التورته كلها. فلو انا عندي بيانات عباره عن بيانات تقدر تقول هي كده كاتيجوريكال داتا وقدامها سيريس واحده، فاحسن حاجه اعملها ان انا اعبر عنها بباي. ودوت رايي، ودوت يعني راي ناس كتير بتجمع عليه. ومش معنى كده ان الكولوم اللي احنا عملناه في الاول وحش، لا، بس على حسب الهدف وانت عايز تعبر عن ايه. انا عندي هنا بيانات نسبه مئويه، فاحسن حاجه اعبر عليها ان النسبه المئويه دي بتمثل كام، فتبقى فيجوالي باينه، واضح ان الستاندرد كلاس هو اعلى حاجه، هو اكتر حاجه مسيطره واخطر حاجه واخده من مساحه التورته. لان في الاول وفي الاخر انا بيجي لي 100 عملاء، كل عميل منهم بيطلب نوع شحن معين، فمين بيشغل المساحه الاكبر، فساعتها الستاندرد كلاس بيبان قدرته او قوته قصاد الباقيين. فالباي تشارت هنا طبعا حلو جدا. طيب هتلاقي في حاجه اسمها البار، والبار تشارت هو زي الكولوم تشارت بس ايه نايم على السطر. ودوت بنستخدمه في حاله ان انا كنت عايز يعني مجرد بس شكل ريبريزنتيشن مختلف او طريقه بعبر بيها عن بشكل مختلف، ولكنها ما بتبقاش طبعا يعني ليها اهداف شويه مختلفه. عادة ده بنحاول نعبر عنه عن حاجة زي بروجرس او
حاجه وصلت لفين، هل هي وصلت لاخر حته ولا ما وصلتش اخر حته، مين اسرع، مين سابق. فالبار تشارت بيبقى ميزته في التعبير عن الحاجات دي. ولكن اللي احنا ممكن تستخدمه انترتشينجبل، يعني ما بينه وما بين الكولوم تشارت الاثنين نفس الحاجه، بس واحد مايل واحد واقف كده فوق. والميزه برضو البار تشارت ان هو ساعات بيبقى اسهل في التعبير عن البيانات، يعني البيانات قصاد البارات بتبقى باينه بشكل احسن، لان انا عندي مثلا ارقام كبيره او عندي اسماء كاتيجوريز كبيره فبتبان احسن، او عندي الدنيا زحمه شويه وعندي كاتيجوريز كتيره، البار بيبقوا تحت بعض بيبقى باينهم بشكل افضل، على عكس الكولم بيبقوا ممكن تلاقي الدنيا دخلت في بعضها، او تضطر تروح قالب الكلام اللي تحت بدل ما هو معمول على السطر تخليه واقف لفوق كده من فوق لتحت. البار ساعات بيخدم في الحته دي. الاريا تشارت هو زيه زي اللاين تشارت، زيه زي اللاين تشارت، بس اللاين تشارت هتلاقي ان هو تحتيه فاضي، الاريا تشارت هنا بيبقى تحتيه مليان. والاريا تشارت هنا بيبقى كويس في حاله ان انا بعبر عن اكتر من سيريس، يعني عندي مثلا كذا حاجه، هنا عندي سيريس واحده، ممكن عندي اكتر من واحده، ساعتها بيبين التداخل، وده ممكن نبقى نشوف مثاله في حاجه ثانيه يعني غير دي. الاكس واي سكاتر بلوت يا سيدي، ودوت انه بيعبر يا سيدي عن علاقات ما بين حاجات، يعني هو ودوت يعتبر يعني حاجه احصائيه اكتر، او حاجه مرتبطه بالاحصاء، واحنا ممكن ان شاء الله على مدار الفتره يعني في الكورس بتاعنا ده او بعد ما خلاص ممكن نخش في حاجات في الاحصاء، في الاحصاء الوصفيه، ونخش بقى في شويه حاجات مرتبطه بالاحصاء. بس في انواع كتير من السكاتر بلوتس، والسكاتر بلوتس طبعا من الحاجات المهمه جدا في تحليل الارتباطات، وهل في ارتباط ما بين حاجتين مختلفتين ولا لا، يعني هل في حاجتين عندي، هل في ارتباط ما بينهم ولا لا. فدي كلها اشكال من السكاتر بلوتس نقدر نعبر عنها. طيب الماب تشارت هتلاحظ برضو ان هو ده ماب بيعتمد على جيوغرافيكال داتا، بس بتلاحظ حاجه مهمه، ان السكاتر بلوت ما بيشتغلش في البيفت تيبل. يعني انا بص you cannot create this chart type with data inside the pivot table، لازم اخد البيانات دي بره البيفت تيبل عشان اعرف استخدمها. الماب نفس الكلام ما ينفعش، هتلاقي الستوك دوت برضو ما ينفعش، ده حاجه ليها علاقه بالهاي واللو والكلوز، ده علاقه بالستوكس. السيرفيس دوت برضو لازم على الاقل يبقى عندي 2 سيريز اوف داتا، وده بيبين حاجه بتشغل مساحه معينه. والسيرفيس تشارت عاده دوت بيبقى بيستخدم لحاجات ليها علاقه بالانجينيرنج وممكن الحاجات الماثيماتيكال، او الحاجات اللي هي ليها علاقه بالماث وحاجات زي كده. الرادار تشارت ده حلو لان هو بيبين علاقه نقطه تو سنتر بوينت، يعني بيبين علاقه حاجه كل يعني حاجات مختلفه لنقطه محدده في النص، وده برضو احنا ممكن نبقى نستخدمه ليتر اون في حاله معينه. التري ماب ما ينفعش نستخدمه هنا، ودوت بيبين فكره الهيراركي، حاجه جوه حاجه. السان بيرست زيه زي التري ماب بيبين حاجه جوه حاجه، بس برضو ليه بس بشكل مختلف، ده راديال يعني ده عباره عن دايره، ده عباره عن بيبقى مربعات. الهيستوجرام طبعا دوت من اشهر الحاجات اللي بتعبر عن الحاجه اسمها الديستريبيوشن او التوزيع، ده برضو في مجال الاحصاء. البوكس اند ويسكر نفس الكلام في حاجات في الاحصاء الوصفيه، وده بيعبر عن بيبين لنا توزيعه البيانات برضو او الديستريبيوشن بشكل مختلف. الووتر فول بيبين حركه ان اند اوت، ولاحظ ان كل دول ما بيشتغلوش في البيفت تيبل، بس انا بديهم لك عشان خاطر الاخذ العلمي. يعني الووتر فول بيبين حركه ان اند اوت، او حاجه داخله وحاجه خارجه، ارقام سالبه، حاجات بتنقص حاجات وبتاع، فبيبينوا بهذه الكيفيه. بيستخدموا اكتر الناس الماليين، يعني بيستخدم في التعبير عن الحاجات الماليه بشكل كبير. الفانل ده بيبين لك حركه تدرج اشياء تحت بعضها، وده برضو ما نعرفش نستخدمه في البيفت تيبلز. اخر حاجه الكومبو، ودوت ممكن نستخدمه في البيفت تيبلز، ده بيبين لو انا عايز اعبر عن بيانين عن تو سيريز من داتا مختلفين في البيانات بتاعته. يعني على سبيل المثال عندي بيانات ارقام وقصادها بيانات نسبه، ما ينفعش احط النسبه المئويه اللي هي بتبقى 0 بوينت كسر قصاد مثلا ارقام ابسولوت، ارقام عاديه مثلا 10000 و20000 و30000، هتحس ان هو ما ينفعش تحطوا جنب بعض. الكومبو بيساعدنا ان احنا نحط رقمين بمعايير مختلفه، ده بيشتغل معيار، ده معيار وده معيار، عايز احطهم الاثنين على تشارت واحد، فبستخدم الكومبو تشارت عشان اعمل الكلام. طيب في حالتنا هنا زي ما احنا قلنا هنستخدم الباي. انا كده اديتك يعني زي كده ايه مقدمه او فكره عامه لكل واحد من دول ممكن يكون مستخدم من ايه. فالباي دوت منهم هون هندوس على الباي وهنستخدمه. فانا كده اخترت الباي تشارت عشان اعبر بيه عن هذه البيانات اللي عندي. طيب هتلاقي في حاجه اسمها هنا كاونت اوف شيب مود، ودوت بيبقى اسم السيريس، بيبين لك اسم الحاجه اللي انت اللي هي العمليه الحسابيه اللي هنا كاونت اوف شيب مود. وهنا طبعا التايتل احنا المفروض نبين نعبر عن التايتل ده، فهنقول له مثلا هنا شيب مود كونتريبيوشن، يعني هنا كده نسبه مساهمه كل شيب مود، كل شيب من دول نسبه مساهمته قد ايه. وهنا بيبقى في فلتر، دي من مميزات يعني دي بتبقى مميزات البيفت تشارت، ان انا بيبقى عندي فلتر على الليجند، فانا ممكن حتى افلتر عن البيانات، يعني ممكن اشيل حاجات واحط حاجات، يعني ممكن اعمل فلتر كده واختار حاجتين بس، ودي بتبقى ميزه. لاحظ الفلتر اللي عملته هنا اتعمل هنا، الفلتر دوت بيبقى موجود على الرو ليبلز،
اللي هو بتاخدها ونحطها الليجند. الليجند ده بيبقى هو مفتاح الرسم البياني. فمن ميزات البيفت تشارتس ان هي بتديني الفلتر دوت على الليجند، وزي ما انت شايف لما شلت الفلتر راح مشيله لي مع البيفت تيبل، وده بيدل ان هما الاثنين مرتبطين ببعض. طيب تاني حاجه، لو انا محتاج ان انا اظهر البيانات بتاعتي على التشارت بتاعي، فهتلاقي من دوس بلس كده هتلاقي في حاجه اسمها الداتا ليبلز. الداتا ليبلز دي بتبين البيانات او بين الحاجات على الشارت بتاعي، وممكن اقول له كمان خليها لي يعني اوتسايد اند كده تبقى بره عشان تبقى باينه، واقدر ان انا اتحكم في شكل البيانات دي. طبعا خد بالك ان البيانات دي بتاعتي هنا نسب مئويه. طب ماذا لو كانت البيانات دي مش نسب مئويه؟ يعني انا ممكن اروح على البيفت دوت، البيفت تيبل دوت، واروح على بيفت تيبل انالايز واقول له شو فيلد ليست، والكاونت اوف شيب مود دوت احنا كنا مختارين شو فاليوز از اللي هي از ا برسنتج اوف جراند توتال، نسبه من الاجمالي العام. انا هقول له نو كالكوليشن وهدوس اوكي. هتلاحظ ان هو الشارت بتاعي فضل زي ما هو، يعني ما اتغيرش. طب هل انا عملت ريفرش هنا كده عملت ريفرش اقول هل الشارت هيتغير؟ الشارت اتغير اهو. فهو خد بالك ان انت ممكن تغير من شكل البيانات هنا، بس ما تسمعش في الشارت غير لما تعمل ريفرش. انا ممكن يكون البيانات زي ما انت شايف كده ارقام على الباي تشارت، وانا عايزها ارقام في التيبل، بس عايزها هنا تبان نسبه مئويه. يعني انا عايزها هنا تبقى ارقام وهنا نسبه مئويه. فساعتها من الداتا من البلس دي برده على الداتا ليبلز هاجي وهقول له مور اوبشنز، هيفتح لك اللي هو الحته بتاعت الفورمات داتا ليبلز. هتلاقي هنا في فاليو وبرسنتج. انت ممكن تدوس على البرسنتج وتسيب الاثنين، تخلي فيه الفاليو برسنتج، او تلغي الفاليو طول الفاليو موجوده في التيبل والبرسنتج هتبقى موجوده على الشارت، وبقت كده حطيت البرسنتج على الشارت ذات نفسه. وتقدر انك تتحكم في الكلام ده لو انت مثلا مش عايز كلمه كاونت اوف شيب مود دي، او مش عايز الفلترز اللي هنا، مش شويه حاجات مش عايزها. فبتيجي من بيفت تيبل انالايز هتلاقي في حاجه اسمها فيلد بوتنز. الفيلد بوتنز دي هتلاقي فيها دي البوتنز اللي بتبقى موجوده على الشارت، واللي هي مرتبطه بالفيلدز اللي جوه البيفت تيبل نفسه. فانا هنا ممكن اجي اقول له مثلا انا مش عايز الليجند فيلد بوتن، ده الليجند فيلد بوتن اهو انا مش عايزه. فهتلاحظ ان هو ما شالش حاجه، لان هو المفروض ان هو ده الليجند، بس هو في الباي تشارت الوضع بيبقى مختلف شويه عن بقيه التشارتس، فهنا ما شالش حاجه. طب لو جيت قلت له شو، هو بيقول لك شو في اكسس فيلد، هتيجي تلغي الاكسس فيلد هتلاقي شال لك الليجند. ايه ده؟ طب ما هو ده الليجند لما جيت شلته انا ما اتشالش، عشان خاطر في الباي تشارت الليجند بيبقى هو المحور. يعني ده كده المحور بتاع البيانات دي، ده الاكسس، ده محور، وده البيانات اللي قصاد هذا المحور. فبالتالي في الباي تشارت بيبقى التعبير مختلف شويه عن الليجند. الليجند عاده بيعبر لو في اكتر من سيريس. على سبيل المثال زي مثلا في التيبل، في تيبل هنا كنا عاملين زي التيبل دوت مثلا، دي كده مالتي كذا سيريس، وهيبقى في ليجند بيعبر عن كل واحد منهم. اما في الباي تشارت اللي هو كده سنجل سيريس، فانت لو جيت هنا ودوست وقلت له شيل لي الليجند، فهو مش هيشيل حاجه، مفيش ليجند، لكن هو هيشيل، لكن هو بيعتبر الليجند دوت هو الاكسس بتاعه. ولو قلت له شو فاليو، شو الفاليو فيلد بوتن، لو جيت شلته هيشيل لك الكلمه فوق بتاعه الفاليو فيلد بوتن، اللي هو ده الفاليو فيلد بوتن او ده اسمه، فهيشيله لك من فوق. فبالتالي تقدر تخلي الشارت بتاعك باين كده من غير ما تحط الحاجات، لو انت مش حابب ان هو يظهر لك الحاجات دي. لازم واقفين جوه التشارت عشان تبان لنا. بس الريبورت فلتر فيلد، هو احنا ما عندناش هنا فلتر مفيش اصلا ريبورت فلتر اساسا موجود في الفيلدز هنا يعني. فده كده اول شارت عملناه. تعال نروح نعمل شارت تاني. الشارت التاني ده هنا بيقول لك توب 10 كاستمرز ان ترمز اوف سيلز، فدوت اقدر برضو اروح اقول له بيفت تيبل انالايز بيفت تشارت دوت، ممكن اعبر عنه كده. بس لاحظ شايف الاسماء تحت مكتوبه بالطريقه انت شايفها كده، فاهم يعني، واخدين جنب كده، وممكن قرايتهم تبقى صعبه. فلو ساعتها ممكن لو جيت بصيت على البار هحس ان البار شكله الطف بحبه حلوين، شكله الطف بكتير. فانا هدوس بار، فهتلاحظ ان البار تشارت هيبقى اكثر تعبيرا وافضل في التعامل مع القصه دي. طيب وهتلاقي هنا، لاحظ هنا الكاستمر نيم، هنا ده فلتر على اسماء الكاستمرز كلهم. بص انا ممكن امسك كاستمر من الكاستمر، تقول لي ايه ده؟ طب احنا باينين هنا 10. اقول لك احنا عاملين فلتر هنا ليبل فلتر على البيانات، لكن هو هنا في الاول وفي الاخر الكاستمر نيم اللي هو بتاع الرو ليبل دوت هيجيب لك تليبل كل الكاستمرز اشتغلوا معانا، فاهم؟ حتى ما لاحظ هو اصلا اوريدي الفلتر، شايف هو لك كلير فلتر في الكاستمر نيم. انت لو شلت الفلتر من هنا هيشيل لك الفلتر من البيفت تيبل نفسه، فخد بالك ان انت ما تلعبش فلتر. وطالما دي ظاهره العلامه دي ظاهره، معنى كده ان هو معمول فلتر. فلاحظ ان احنا عاملين فلتر في فاليو فلتر اللي احنا كنا عاملينه التوب 10، وفي كمان سورت من زد تو ايه، وده هتلاقي دوت متاخد بنفس الطريقه اللي متاخد بيها فين هنا في البيفت تيبل ذات نفسه. واحنا طبعا هو جايب لك هنا الاعلى واحد في تحت، يعني هنا مع هنا معكوسه، فاهم؟ فانا ممكن اقول له طب غير لي السورت اي تو زد، هتلاقي السورت بتاعك اي تو زد بقى هنا على على الاسماء، فاهم؟ مش على البيانات.
فنحاول نرجعها تاني، هتلاقيها السورت بتاعك هنا باظ، فهنرجع نعمل كنترول زد، كنترول زد عشان نرجع للشكل الاولاني. بس هو لاحظ هو حاطط شون ميلر تحت وحاطط سي، فهو ماشي هنا ومش ماشي فهو مرتبهم بالعكس. فاحنا ممكن، طب انا لو جيت عملت على الفلتر هنا وقلت له مور سورت اوبشنز وعكست من ديسندنج لاسندنج، خليتها اي تو زد بالسم اوف سيلز، هتلاقي سماعه عكس. هتلاحظ ان البيفت تيبل في السورتنج بتاعه ماشي عكس التشارت، بيفت تشارت. فتاخد بالك من الحته دي عشان لو انت عايز تبين ان الاعلى هو اون توب ولا في السوفا القليل. هو البار تشارت بيمشي كده لان هو بيمشي يعني بهذه الكيفيه، ان هو من الكبير، من اكبر حاجه، من اصغر حاجه لاكبر حاجه. فعلى حسب انت عايز تعبر الكبير فوق ولا الصغير تحت تريحك، اللي يريحك يعني. طبعا هنا هتلاقي في ليجند هنا للتوتال، اللي هو عباره عن ان البيانات دي التوتال سم اوف سيلز هنا. فانا هنا مش محتاج الليجند دوت ابينه، فانا هشيله يعني ملوش لازمه بالنسبه لي، هو كده كده البيانات هنا كده. وبعدين برضه هشيل هاجي على البيفت انالايز هنا وهشيل دوت، لان هو يعني الفلتر ده كده رخم واخد مساحه كبيره وانا مش محتاج افك الفلتر، لان انا عامل فلتر هنا عشان ابين التوب 10 اصلا، فانا المفروض اشيله من هنا. فدوت هيبقى الكاستمر نيم هنا هو اللي عليه، اللي هو اللي قدامه الفاليو. بص لاحظ هنا هو موجود هنا على المحور دوت، فانا هقول له الفاليو فيلد بوتن اللي هو اللي انت مبين هنا هشيله، فهيشيل الفاليو فيلد بوتن سوري اللي فوق. وهنا هو الاكسس، ده الاكسس فيلد بوتن دوت اللي هو المحور، ده هو المحور. الفاليو فيلد اللي هو هنا لما احنا ظهرناه، هو ساعة لما تظهر حاجه بيبج غالبا او ما بيرجعهاش تاني، ما اعرفش ليه. رجعت اهي. فهو ده السم اوف سيلز هو الفاليو سوري معلش. وهنا ده الاكسس او ده المحور بتاعنا، اللي هو المحور اللي هو هنا المحور دوت اللي هو بتاع الكاستمر نيمز. فده انا ممكن اشيل الاكسس واشيل الفاليو. ولاحظ كده هو يعني بس بيبج شويه او الدنيا بتهنك شويه معلش. مشكله في اكسل 365 ان هو ساعات بيبج كده يعني. طيب وبعد كده يا سيدي هنا هنيجي بقى نقول له دوت كده، نقول له توب 10 كاستمرز، ده التوب 10 كاستمرز في التايتل هنا ان ايه، ان سيلز او ان ترمز اوف سيلز اي حاجه. ده اعلى 10، اعلى 10 في السيلز. طيب انا هنا ممكن ابينهم كده كاعلى واحد، وممكن احط الفاليو قصادهم. فانا ممكن اعمل بلس واقول له حط لي الداتا ليبلز. لاحظ هنا في ميزه ان انا ممكن احط الارقام قصاد البارات، على عكس لو انا قلبت الكلام ده البار تشارت. لو جيت عملت كده الكلام ده سوري كولوم تشارت، وقلت لهم الديزاين تشينج تشارت تايب ورحت خليته كولوم، هتلاقي الدنيا دخلت في بعضها ازاي. يعني بص هنا الكولوم شكله احنا قلبناه كولوم بس هو مهنج برضه، مش عارف ليه مش راضي يقلب كولوم. قلب، يعني هو بيحاول يقلب اهو بس هو داخل في بعضه. قلب اهو. فهتلاقي بص الارقام داخله في بعضها، مش هتعرف تبين. هتلاقي الشكل هنا مش حلو عشان السيريز زحمه، تضطر انك تقعد تاكسباند التشارت يمين وشمال عشان توصل لها. فطبعا الاحسن ان انت يعني تخليه، نعمل كنترول زد اسهل، نخليه بار تشارت على طول. وممكن تبين ارقام كده بس ارقام كده شكلها وحش. انا ممكن ابين الارقام دي بشكل احسن عن طريق ان انا اجي على الفاليو فيلد سيتنجز هنا بتاعتي، واقول له نمبر فورماتنج واخليها نمبرز، واقول له حط لي فاصله الالافات وشيل لي العلامات العشريه، على سن العلامه العشريه مش هتبقى حاجه يعني مفيده قوي بالنسبه لنا هنا. وادوس اوكي، فالارقام كده بقى شكلها الطف بكتير وبقت تعبير عنها احسن. ولو انا حطيت الارقام على البارات فممكن المحور اللي تحت ده اشيله، اللي ملوش لازمه. يعني المحور تحت ده بيبقى مفيد في حاله ان انا مش حاطط الارقام على التشارت. بس لو حاطط الارقام على التشارت فانا ممكن اقول له الاكسس شيل لي المحور اللي تحت دوت، اللي هو المحور الافقي دوت شيلهولي انا مش عايزه. فانا شلت المحور الافقي، سبت بس المحور الرأسي. فكده بقت يعني مبين التوب 10 كاستمرز ان سيلز بشكل حلو ولطيف، وارقامهم باينه من غير زحمه. ودوت كده احنا استخدمنا هنا البار تشارت. طب تعالى نشوف حاجه ثانيه. هنا برضو لو احنا هنستخدم هنا، انا ممكن استخدم البار تشارت نفس الكلام عشان نبين بيه الحاجه دي، او ممكن استخدم الكولوم اللي انت عايزه. فهنا نفس الفكره، فمش هنقعد نعيدها يعني. وتعالى نشوف حاجه ثانيه، حاجه زي دي بقى. دي هنا بقى حاجه مالتي سيريز او فيها اكتر من سيريز كده. فتعالى نشوف دي نعبر عنها باحسن حاجه يعني. فهتروح نعمل بيفت تيبل انالايز، دوس بيفت تشارت. هتلاحظ الكولوم تشارت هنا شكله حلو جدا وبيعبر عن الفكره حلوه. وهتلاقي برضو ان البار تشارت ممكن يعبر عنها، الاثنين ممكن يعبروا عنها. بس انا هختار هنا كولوم تشارت عشان خاطر يعني هنا هيبقى شكله الطف في التعبير عن البيانات، وهيبقى حاجه كويسه ان انا اعبر بيها عن بياناتي. وهيبقى حاجه برضو هي الموست كومنلي يوزد، يعني اكتر حاجه بتستخدم. هتلاحظ كده انا بس هنا طبعا لو جيت حطيت الداتا ليبلز هتلاقي الدنيا ممكن تبقى زحمه شويه. فالازدحام دوت انا ممكن الغيه او ممكن اتحايل عليه، وهو بوريك ازاي تتحايل على الازدحام ده وتلغيه. فهنا الفلترز دي احنا اتعلمنا ازاي نشيلها. هنا هتلاقي في الكاتيجوري والسيجمنت والسم اوف سيلز، ده انا ممكن اشيل الكلام ده كله. ممكن اخلي سم اوف سيلز هنا دوت الفاليو فيلد زي ما احنا عارفين. فانا ودوت هنا بقى ده الليجند. هنا لو انا جيت هنا في بيفت تيبل انالايز وقلت له شيل لي
الليجند فيلد بوتن المفروض هيشيل لي دوت، يعني المفروض هيشيله، معرفش شاله. لازم نريفرش عشان لازم اسكرول واطلع عشان يشيله مش عارف في ايه. فانا كده شلت الفلتر اللي هنا عشان ملوش لازمه بالنسبه لي. وهشيل ممكن اشيل برضو هنا الكاتيجوري لو انا عايز اعمل فلتر على الكاتيجوري من دول. يعني ممكن اختار مثلا هريني الفرنتشر بس او التكنولوجي بس. فانا كده رحت شايل وحطيت التكنولوجي بس، وقارنت التكنولوجي مبيعاته على مدار الكونسيومر كوربريت والهوم اوفيس لوحدها. هتلاحظ هنا بص الفلتر اتعمل على الروليبلز هنا. فهنا ممكن احط الفلتر ده بس يعني عايز تحط الفلتر ماشي، مش عايز تحطه انا بالنسبه لي يعني ما بستخدموش. بس دي من مميزات البيفت تشارت ان انت بتقدر تحط يبقى في فلترز تتحكم فيها زي الفلتر على الكونسيومر. لو احنا هنا برضو حطينا الليجند فيلد هنا هنقدر ان احنا ممكن نفلتر على سيريس واحده. ممكن اقول له وريني كونسيومر بس. فدي ميزه من مميزات البيفت تشارت. فهنا في المالتي سيريز انا هسيب الفلاتر لان الفلاتر هنا ممكن تكون مهمه، يعني ممكن تكون حاجه مهمه ان انا ممكن استخدمها في الفلتر بتاعي. بس انا ممكن احرك مكان الليجند دوت بدل ما هو يعني هنا ممكن اخليه الليجند ده اجرب اخليه بوتوم على اساس ان انا ادي مساحه اكبر للتشارت يبقى مفروض كده بهذه الكيفيه. وممكن اشيل السم اوف سيلز دي اشيلها لان انا هحط تايتل كده كده. فانا هقول له الفاليو فيلد بوتن شيلهولي، هو بياخد وقت عشان يشيله. ايوه شايله اهوت. وممكن ساعتها اضيف تشارت تايتل عنوان التشارت بتاعي، وهو العنوان دوت اللي هو سيلز باي كاتيجوري او سيجمنت سيلز باي كاتيجوري، مبيعات كل سيجمنت بالكاتيجوري. فاقدر يبين واضح كده ان الكونسيومر هو اعلى سيجمنت في المبيعات في كل الكاتيجوريز بتاعتنا، يليها الكوربريت، يليها الهوم اوفيس. بس معانا بس هوم اوفيس هتلاقينا اقل واحد شويه. فهنا قدرت تعبر برضه بشكل حلو. طيب وفي حركه تركيه لطيفه لو انت عايز تبين تختصر الارقام دي عشان خاطر لو انت عايز تحطها على الجدول. يعني انا لو حددت داتا ليبل كده الارقام باينه وكل حاجه، بس انا عايزه تبقى الارقام يعني شكلها الطف. وطبعا انا لو حطيت الارقام هنا زي ما قلت لك هشيل الاكسس دوت. فانا ساعتها هشيل المحور هنا بقى، بشيل المحور اللي هو الايه الفيرتيكال، المحور اللي هو الرأسي بشيله. الارقام واضحه وكل حاجه والدنيا كويسه، بس انا ممكن اختصر الارقام دي اكتر عن طريق ان انا اروح على الفاليو فيلد سيتنجز واروح على النمبر فورمات واروح على الكاستم فورماتنج واختار الشكل اللي هو عباره عن هاشتاج فاصله هاشتاج 000 دوت كده. ده تعتبر دي طريقه في الكاستم فورماتنج تحط بليس هولدرز للارقام. بس انا ممكن بعد الصفر دوت لاحظ الارقام شكلها عامله كده 390049.31. لو جيت عملت فاصله هنا انا هشيل من بعد الفاصله اللي فاتت. فلاحظ انا كده شلت ايه؟ شلت الجزء الثلاث ارقام اللي على اليمين او اللي هم الميات، خانه الميات شلتها. لو دوست فاصله كمان انا كده بشيل خانه 3 بتوع الالافات كمان. فانا هشيل بس الميات وهسيبها كده عشان يبقى باين ان هو 391050 وهدوس اوكي تاني. فكده اختصرت البيانات بتاعتي شويه، بقت مختصره اكتر. بس طبعا هنا في مشكله ان انا لازم اقول ان البيانات دي موجوده بالالافات. فطبعا لازم اقول ان دي السيلز بالالافات، فلازم اقول له sum of sales او اكتب هنا السيلز وبعد كده اجي هنا اكتب in 000s 1000 سيلز ان 1000. ساعتها هضطر طبعا ان انا اروح احط ابين الفاليو فيلد بوتن فوق هنا عشان يبقى الناس تعرف ان دي السيلز ان في 00 في الالافات يعني. فلا يقرا دي 390000 ما يقراش 391 جنيه، لا يبقى تقريها بالالف. فطبعا دي حاجه مهمه جدا. في طريقه تانية طبعا ممكن نعمل بيها الكلام ده، في طرق تانية ممكن نعمل بيها الكلام دوت عن طريق يا سيدي ان احنا نتحكم من الشارت ذات نفسه. تعالى اوريك ازاي نعملها. عن طريق يا سيدي ان انا هاجي في البلس هنا بلس ساين، او ممكن يعني ممكن نقفل دوت، او حتى مش بلس ساين، تيجي هنا تدوس على الاكس دوت، ممكن تدوس رايت كليك وتقول له فورمات اكسس، هيفتح لك الفورمات بتاع الاكسس هنا على طول. او حتى لو جيت هنا دوست على الاكسس ودوست مور اوبشنز هيفتح لك نفس القصه بس هيجيب لك هنا التكست اوبشنز. فاحنا عايزين نفورمات الاكسس من حيث الداتا بتاعته. فهنا دوت الكاتيجوريكال اللي هو الهوريزونتال، انا عايز الفيرتيكال فاليو اكسس، فاختار الفيرتيكال فاليو اكسس من هنا. اخترت هو كان لما انا اخترت في مور اوبشنز هنا من بلس على الاكسس فراح جاب لي الهوريزونتال على طول. لما دوست مور اوبشنز جاب لي الهوريزونتال اكسس فوق اهو، اكسس اوبشنز دوس هنا هتلاقي جاب لك هوريزونتال. احنا عايزين الفيرتيكال اللي هو الفاليو اكسس اللي هو الاكسس دوت. لاحظ هو برده ميزه ان هو بيعلم لك على الحاجه اللي انت واقف عليها عشان تبقى عارف انت بتedit فين يعني. بعد كده هتيجي هنا هتلاقي في حاجه اسمها ديسبلاي يونتس. ديسبلاي يونتس دي اللي هي الحاجات اللي انت عايز تعبر عن اليونتس دي ازاي. فانا ممكن اقول له عبر لي عنها in thousands. بص لاحظ لما ادوس 1000
هتلاقي ان هو حصل تغير، بس يعني لازم نطلع وننزل. بص، راح فجأة شال الالافات، يعني شال اللي هما الثلاث ارقام اللي على اليمين وساب دول. فانا هنا عبرت عنها thousands، وممكن اقول له عبر لي عنها احط بالهندردز، بالميات. فهتلاقي الوضع اختلف شويه، فجاب لك 3910. يعني دي هنا 300، بس طبعا هنا دي تعبيرها غلط، ان انا اختار هندردز في بيانات باينه بالالافات مش احسن حاجه. فكده التعبير بتاعي هيبقى مش صحيح. ممكن اقول له show display units label on chart، ده هنشوف دي هتبقى عامله ازاي. فهيبقى عندي هنا كده عشان يبقى فان ده هندردز ولا ايه. فانا ممكن اقول له خليها لي thousands بالالافات. معرفش انا البجايه دي اهيت. فهنا thousands يعني بيقول لك الارقام دي بالالافات، فده هنا 390000، 229000، 122000. فهيبين الارقام بالالافات. فاختصرت الارقام على الشارت بتاعي وخليته شكله حلو بشكل كويس. ولو انت بقى عايز تشيل الفلاتر دي او تشيلها بعد كده مش عايزها، لو انت بقى هتطلع الشارت ده تريبورته، فساعتها لما تيجي تطلعه تريبورته مش عايز الفلترز، مش عايز حد يشوف الفلترز دي اللي مالهاش لازمه، دي ليك انت لو انت بتتحكم فيها. فساعتها بقى نروح على الفاليو فيلد سيتنج واقول له شيل لي الاكسس فيلد بوتن وشيل لي الليجند فيلد بوتن بهذه الكيفيه. وسبت انت الليجندز تحت هنا كده موجوده، او ممكن تحطها فوق، ممكن تحطها على اليمين زي ما انت عايز. وبقت بياناتك اكثر تعبيرا وبقت شكلها افضل بكتير بهذه الكيفيه. فده كده نوع الشارت، ازاي انت تتحكم في في كولوم تشارت، وتقدر تغير السكيلنج. وده تعرف تعمله على فكره في كل الشارتس يعني، بس انا ايه وريتها لك هنا في حاله التحدي اللي بيبقى في ساعات في الكولوم تشارت لما تكون الدنيا زحمه كده. فهو كده فيها من السكيل بالثاوزندز والدنيا زي الفل. تعال نشوف تشارتس زي دوت بقى. الشارتس هنا بقى دي بقى واحده من ميزه قويه جدا من مميزات البيفت تشارتس. لو انا كده رحت على البيفت تيبل انالايز ورحت عامل كولابس عشان يكولابس كل حاجه، ورحت انا مختار مثلا هعبر عن الكلام دوت، او هعبر عن البيفت تيبل دوت ببيفت تشارت، واختار مثلا بار تشارت المره دي. هعبر عن، ممكن اختار بار تشارت او باي، بس انا الباي هنا مش عايز اعبر عن باي لسبب مهم جدا وقوي جدا. وهو انت لاحظ هنا في البلس والماينس دي اللي هي الاكسباند والكولابس نفس اللي موجوده هنا. فانا ممكن لو دوست بلس كده هتلاقيه راح عمل اكسبانشن للبيانات. لاحظ بص، راح فتح الويست وجاب لك البيانات اللي جواها، الساوث البيانات اللي جواها، ايست والبيانات اللي جواها. طبعا ناخد بالنا من حاجه طبعا، ان هو هنا ان السيريس هنا طويله قوي كبيره شويه. فلان كل منطقه او كل ريجن فيها حاجات كتيره قوي او فيها ناس كتير قوي. فطبعا لو دوست ماينس هيرجع يحطها لي كده يبين لي من بره. فدي كده بيبقى طريقه حاجه اسمها انا بدريل داون جوه البيانات. فزي ما انا بعرف ادريل داون جوه البيفت تيبل، اقدر ادريل داون هنا. ولو انا اخترت مثلا وريني الايست بس، هتلاقي الايست بس هي اللي فتحت عندك هنا جوه بالديتيلز بتاعتها. فدي بتقدر تستخدمها في حاله ان انت عندك هيراركي زي ما انت شفنا المره اللي فاتت بيفت تيبل بيرنت وتشايلد، تقدر تنقل الكلام ده في البيفت تشارت. البيفت تشارت بيقدر ينقلها. وهنا تقدر تعمل برضو الفلترز، نفس طريقه الفلترز، تقدر تعمل فلتر على الريجن وتعمل فلتر على الستيت، برضو نفس الفلترز اللي موجوده عندنا. فحته البلس والماينس اللي هي ان انا كولابس واكسباند، وان انت لما بتكولابس حاجه في البيفت تيبل بتاعك بتسمع في التشارت كمان. فدي طبعا حاجه قويه جدا وحلوه جدا وميزه كبيره جدا من مميزات البيفت تشارتس في الحته دي. طب تعالى نسيب بقى ناخد ايه تشارت معانا كمان. بس ايه ده، هو الشارت دوت مش احنا كنا عملناه، او احنا كنا عملنا الحل بتاع دوت المره اللي فاتت وكان مطلع علينا اجابه صح ايه -5، وينفع شحن يبقى متوسطه بالناقص؟ للناس اللي ما كانتش مركزه معايا او الناس اللي مش مركزه، انا دايما بحب اسيب تريكات. فلما احنا فاكر لما احنا في الحلقه ال 14 استخدمنا معادله اف عشان نحل مشكله الشيب ديت اللي كانت عامله لنا ازمه. فاكر المشكله دي؟ ساعتها انا لما كنت في الكويري انا كنت عامل فلتر على البيانات اللي هي شهر 9 بس. كنا عاملين فلتر درو هنا في الحته دي قبل الكاستم كولوم. هنا بعد الحته دي كنا عاملين فلتر على الاوردر ديت، اعتقد قبل ما نسبلت الاوردر ديت على كل ما هو شهر 9 اللي هو اوردر ديت. هنا كنت عامل سبليت هنا ده شهر 9. فساعتها احنا حلينا فعلا المشكله بتاعت القصه دي. بص انا كنت عامل هنا على شهر 9 وبياخد شويه عشان يفلتر الروز، بس كنا احنا لما سبلتنا طلعنا الشهر بره الاوردر ديت عشان خاطر نفلتر عليه، عشان نايزوليت المشكله اللي كانت عندنا، وان هو كان طالعنا الشيب ديت ب-200 وحاجه و70 ومش عارف ايه. فساعتها احنا كنا واقفين على الفلتر ده اعتقد زي ما هو. وساعتها لما احنا جينا بصينا هنا على الدليفري ديوريشن لقينا الدنيا حلوه، كانش فيها حاجه صح، لان احنا حلينا الكيس. بس ما حدش افتكر ان هو يقول لي في الكومنتس ان احنا كنا المفروض نشيل الفلتر دوت عشان نشوف بقى بقيه البيانات ظبطت ولا لا. فاحنا طبعا ساعتها لما احنا عملنا القصه كده والدنيا كانت متفلتره على الكام حاجه دول او على الكام بيانات دي، ساعتها عملت كلوز اند لود كده. اعتقد كنت عامل فلتر كمان على الكيس بشكل اكتر، يعني عامل فلتر
اكتر يعني. فهنا لما جينا نعمل ريفرش هتلاقي الدنيا ظابطه، وساعتها طلعت لنا رقم 4 ده اللي احنا طلعناه صح، حتى طلع عندنا في الريبورت. لو جينا فتحنا الريبورت بتاعنا اعتقد كان بتاعنا الرقم اللي هو الافريج بتاعنا الرقم 4 اعتقد، مش فاكر ولا كان رقم كام، ولا كان طلع رقم غير كده، لان طبعا كانت البيانات ساعتها معمول ليها فلتر على جزء معين بس. ده كان الكاونت اوف شيب مود اعتقد. لا احنا كنا عملناه، ده الريبورت هنا كان بيتكلم عن الكاستمر لويالتي اكتر. شيب مود يوز دي كان حاجه تانية. بس احنا لو كنا بنحسب الافرج بتاع الدليفري ديوريشن هنا وطلعنا 4 ده كان رقم بتاعنا المره اللي فاتت، لان احنا كنا عاملين فلتر على البيانات. لاحظ البيانات بتاعتنا كانت عباره عن حوالي شويه سطور بس، هنا حوالي 1300، المره اللي فاتت حوالي 43 سطر. ومحدش قال لي ان احنا نشيل الفلتر بقى على البيانات دي عشان نظبطها. فبالتالي لما انا رحت بقى وشلت الفلتر هنا، الفلتر احنا حطيناه فين؟ الفلتر دي فلتر دروز، ايوه الفلتر دوت اللي احنا كنا عاملينه على شهر 9 ده. لما شلناه هنقول له ديليت الفلتر. ساعتها بقى يا سيدي لما شلنا الفلتر طلع ان كان في مشكله تانية ومحدش اخد باله وقال لي، والمشكله دي هنعالجها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لانك لو رحت بصيت على الدليفري ديوريشن كده هتلاقي ايه؟ بص في مشاكل لسه هنعالجها بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بمعادله، او بان احنا ازاي نستخدم اف إلس، او ازاي نستخدم اف جوه اف، ازاي نستخدم عمليه نستد اف. لان لاحظ هنا الكيس هنا بقت مختلفه، المره اللي فاتت كانت على شهر 9 وشهر 10، المره دي الموضوع في شهر 10 بس وفي كيس معينه. لو انت شاطر وصايع وعرفت تحلل الموضوع ده وتعرف تحله قبل الفيديو اللي جاي تبقى انت جامد، وساعتها حاول يعني تبعت لنا الحل في اي حاجه. لو ما عرفتش فانا الفيديو اللي جاي هحلها بمعادله اف إلس عشان نعالج هذه المشكله العويصه ان شاء الله المره الجايه. اتمنى الحلقه النهارده ان شاء الله تكون عجبتك، وانتظروني في الحلقه اللي جايه عشان نعالج فيها المشكله اللي احنا ما عالجناهاش برده في الحلقه رقم 14، لان 14 كانت بتعالج مشكله احنا ما حليناهاش قبل كده في المحاضره الثانيه اعتقد او الثالثه. وده طبيعي ان انت بتقابله باستمرار، وطبعا ما حدش نبهني على الحته دي وما حدش قال لي في الكومنتس، كنت مستني ان حد ياخد باله منها بس مش مشكله. ودوت عشان خاطر الحلقه اللي جايه ان شاء الله نشرح فكره اف إلس او اف إلس اف، ان انا ازاي اعمل اف جوه اف، وان هما الاثنين يبقوا مترتبين على بعض ان شاء الله. فهنشوف الكلام ده في الحلقه اللي جايه، واشوفك على خير دايما. وما تنساش طبعا لو عايز تخش في مخيم تحليل البيانات بقى الكبير اللي هو فيه بقى مواضيع كبيره جدا زي البايثون والكريتيكال ثينكينج والاحصاء الوصفيه والاحصاء الاستنتاجيه والباور بي اي والفيجواليزيشنز، برضه تقدر تشترك عن طريق الموقع بتاعي. وخد بالك انه خلاص هيبدا الراوند اللي جاي، هيبدا المخيم هيبدا في شهر 9، فالموضوع قرب والاماكن بتتاخد. فاشوفك على خير ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو طبعا اعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك ان شاء الله على خير.